دلوقتي بقينا بنضرب تفليسه بتهيألي من اول الشهر على طول. الفيديو النهارده كنت عاوزه اعمل غدا، فكان عندي بطاطس وكان عندي رز. تعالوا شوفوا هنعمل ايه واديكم كده شويه افكار في اكلات، يعني اقولها لكم اقتصاديه شويه. نقول بسم الله وعلى بركه الله. كان عندي البطاطس قطعتها مكعبات كده، وطبعا قطعت البصله وبعد كده حطيت عليها زيت وسمنه، وهنعمل بقى بطاطس مكعبات بالصلصه. ممكن نعمل رز وبيض وبطاطس، نعتبر يعني ان البيض دلوقتي بقى بروتين فنجيبه مطرح اللحمه والفراخ. نعمل برضو قرنبيط وبطاطس، هي شكل البطاطس مكمله معانا اليومين الجايين ان شاء الله في الشهر يعني. ماما زمان واحنا صغيرين كانت بتعمل لنا الرز بالبسله دون من غير لحمه وفراخ وكده، فكان برضو حلو يعني. تمام. ممكن نعمل ايه تاني؟ اكتبوا لي بقى يا جماعه افكار في الكومنتات كده للاكل الاقتصادي. انا هنا حطيت على البطاطس بابريكا وحطيت ملح وحطيت بهارات فراخ. تمام. وعملت لهم هنا كمان رزايه ورزايه علشان يدي طعم حلو كده، وحطيت في الرز ده معلقه صغيره من السمنه البلدي. وعايزه اقول لكم ان الحيله اللي انا عملتها في السمنه البلدي وكتير منكم اتريقوا عليا فيها في الكومنتات نفعت جدا، والسمنه الكيلو قضى معايا الشهر الحمد لله، وكمان عدينا الشهر كمان. فابقوا اسمعوا الكلام كده وما تقعدوش تتريقوا عليا. وده منظر الاكل اهو خلاص بعد ما خلص، والف هنا علينا والف هنا عليكم انتوا كمان. وما تنسوش اهم حاجه تكتبوا لي في الكومنتات افكار اكلات اقتصاديه، وتكتبوا لي بتتابعوني منين، واهم حاجه لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.